مساء الفل عليكم. ليوناردو دي كابريو واحد من أفضل ممثلين هوليوود في العقود الأخيرة. عمل فيلم سنة 2006 اسمه بلاد دايموند أو الماس الدموي. الفيلم باختصار بيتكلم عن إن البطل بتاعنا شغال مهرب ماس في إحدى الدول الأفريقية. بيهرب الماس ده لأحد قيادات الجيش الأمريكي بطريقة شمال، عشان طبعا رسميا مش هينفع، قال يعني هتفرق معاهم. وهنا ده بيمثل الجانب الغربي، ومقابل هو بياخد نسبة. في بقى حوار بيدور ما بين المواطن الأبيض اللي هو ليوناردو دي كابريو المهرب الماس وأحد السكان الأصليين لهذه الدولة. بيقولوا فيها إيه؟ المواطن الأصلي اللي هو الأسمر بيقول له: أنا أتفهم كويس جدا إنكم عاوزين تحتلونا، عاوزين تاخدوا خير بلادنا، عاوزين تسرقوا ثروات بلادنا والماس بتاعنا. أتفهم كويس جدا إنكم بتمولوا الميليشيات المختلفة بالسلاح، وتمولوا كمان الدولة بالسلاح، عشان دايما يفضل فيه حروب أهلية وفتن وجو غير صحي وغير مستقر بالمرة، فبالتالي تجارة السلاح بتاعتكم تزدهر أكتر وأكتر، وتعرفوا تسرقونا أكتر وأكتر وأكتر. السؤال بقى، هو بيقول الكلام ده، السؤال بقى: أنا أتفهم إنكم بتعملوا كده، السؤال بقى: إحنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ إحنا سايبين نفسنا كده ليه؟ فهو هتلاقي سؤال منطقي جدا بيطرحه الفيلم، ملوش إجابة منطقية خالص. لو شدينا الخط ده على استقامته هنلاقي ده حالنا كلنا، مش بس الدول الأفريقية، حالنا وحال الشرق الأوسط والدول العربية وحالنا جميعا. ليه سايبين نفسنا كده؟ احنا عارفين كويس جدا ان الدول الأوروبية والعالم المتقدم مش عاوزنا نفلح ولا نطلع خطوتين تلاتة لقدام، عاوز دايما يكون في عدم استقرار وحروب أهلية وفتن عشان دايما نفضل تحت رحمته وتحت سطوته وتحت احتلاله. الاحتلال مش لازم يكون بقوة عسكرية موجودة. فهو بيعمل الكلام ده، واحنا عارفين هو عاوز يعمل فينا كده، ومع ذلك احنا ساكتين وبنتفرج. احنا مش بس بنتفرج، ده احنا بنساعده على نفسنا. ده احنا لو بص يا عم يا اخي، ما يصحش والله انت بنفسك، لا لا يا عم احنا نقوم بالواجب ما تقلقش. فهو يعني وضع غير منطقي بالمرة. انت عارف اللي قدامك ده مش عاوز لك الخير، فانت بتساعده على اذيتك، انت بتساعده انك تأذي نفسك، فده مش منطقي. وهنلاقي الكلام ده برضو كان موجود بشكل أكثر وضوحا وبشكل فاضح وصارخ في فيلم تاني اللي برضو نفس البطل بتاعنا ليوناردو دي كابريو في 2012 اسمه ديجانجو أنشين. بيتكلم على العبودية وتجارة العبيد وما إلى ذلك. فبنلاقي إن المواطنين السود اللي موجودين في الفيلم عندهم حالة من الخضوع. هو ده السبب الرئيسي، الخضوع. السوفت وير بتاعهم باظ، اتلوث، ما عادش فيه فكرة يعني ايه حرية، مش موجودة أصلا هنا في السيت اب بتاعهم. في أحد المشاهد في الفيلم التاني بتاعنا اللي هو ديجانجو أنشين، المواطن الأبيض بيدي بندقية لمواطن أسود، يقول بس امسكها بس كده ثانية واحدة على ما أعمل حاجة. المواطن الأسود مسك البندقية مش عارف يعمل بيها إيه. فكرة إن هو يحرر نفسه أو يقتل الأبيض اللي هو مستعبده ده مش واردة أصلا، مش مستطابة عنده. هو جبل على كده، هو الدنيا بالنسبة له، أنا جيت الدنيا الطبيعي إن أنا عبد للمواطن الأبيض، هو متسيستم على كده. فده الفيلم التاني اللي هو جانجو أنشيت، فكرة الخضوع. وده ليس منا ببعيد، يعني احنا في تاريخنا الحديث حتى كمان مش البعيد هنلاقي ان كان في حاجات شبه كده. شوف مثلا فيلم في بيتنا رجل مثلا، في بيتنا رجل مش لازم يعني هنا نقول لغة عربية قوي يعني. هنلاقي ان ايام الاحتلال الانجليزي كان في حاجة اسمها البوليس السري. ايه وظيفة البوليس السري ده بقى؟ ده بيقبض على اللي بيقاوم الاحتلال. ده اختلال كبير جدا في المفاهيم وفي المنظومة يعني انا مواطن مصري او هو مواطن مصري، تمام، هو مواطن مصري، وده محتل انجليزي وانت عارف ان هو محتل واعي كده يعني، انا مواطن مصري وهو محتل انجليزي. طيب قوم ايه بقى؟ قوم اقبض على الشخص اللي بيقاوم الاحتلال الانجليزي اللي انا المفروض اصلا اقاومه. فبالتالي ده مش منطق، يعني ده مش سوفت وير طبيعي. فده كله ايه؟ خضوع، خوف، أسوة كانت في التربية وما إلى ذلك. بس الأهم من الأسباب نفسها هو استمرار الأسباب، لأن استمرار الأسباب ده سواء خوف أو قسوة أو عنف أو ما إلى ذلك، ده بيخلي إن ده يبقى السوفت وير بتاعك بعد كده من غير ما تحس. خلاص أنت بتتبرمج أوتوماتيك على كده. هعمل كده زي ما أجيب مجموعة حيوانات، قرود مثلا أو فئران، وتحطهم في مكان ما محبوسين في أسر، جبتهم الحرية حطيتهم في الأسر. شوية بشوية هيبدأوا يتعودوا على كده، اتجوزوا وخلفوا. القرد اللي طالع ده جديد ده
لو انت فتحت له القفص هو مش هيطلع. هو يعني هو مش فاهم يعني ايه، هو مفيش حاجه هنا في دماغه متبرمج عليها ان اطلع اروح فين، انا مولود كده ودي طبيعتي ودي حياتي. فانت غيرت السوفت وير بتاع الشخص نتيجه التعود واستمرار الاسباب اللي هي الخوف وما الى ذلك. فبالتالي الشاهد عشان ما نقعش في هذا المأزق، ما نقعش في هذا المأزق، بلاش عشان العربي هنا بينقح عليا قوي. عشان ما نقعش في المأزق ده نعمل ايه المفروض؟ نراجع منظومة القيم بتاعتنا أول بأول، عشان لو لقينا فيها اختلال زي ما هو الأمثلة اللي احنا ضربناها دي، لأن هنا الأمثلة دي بتدل على إن في اختلال في منظومة القيم عند هؤلاء الأشخاص، وتراجع السوفت وير بتاعك تشوف هي قيمة الحرية دي موجودة. مش لازم على فكرة الحرية بس، بتكلم على أي قيمة تانية موجودة في المنظومة بتاعتك أنت، منظومة القيم الشخصية بتاعت كل واحد فينا. لو لقيتها متغيرة أو في حاجة ناقصة، لا راقب نفسك أول بأول والحق نفسك رجعها تاني بقى مكانها. لأنك لو سبت نفسك واتعودت على تلوث 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 تلوث، أنت هتبقى ده بقى العادي. يعني فاهم، شيوع الخطأ لا يبرر الوقوع فيه. فما بالك بقى أنت كده هتبقى حصل شيوع للخطأ وأنت كملت معاهم، خلاص بقى ما يعني إيه اللي هو سياسة القطيع. لا، أنت لو بتراجع نفسك أول بأول، بتراجع منظومة القيم بتاعتك أول بأول، بتراجع السوفت وير بتاعك أول بأول، هتلاقي الدنيا أفضل من كده بكتير. أشوفكم على خير، سلام عليكم.